السلام عليكم. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه كده مع بعض يا حلوين. قبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، حابة اشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتسعدني دايما. شكرا جدا ليكم، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب يا حلوين. وبفكركم بقى لو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان عيلتنا تكبر بيكم، وكمان علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. وحابة بقى اقول لكم مشرفيني ومنوريني، ووجودكم على راسي من فوق. يلا بقى كده يا حلوين نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف المقادير بتاعة الوصفة بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه. معايا بقى نص كيلو من الجمبري، غسلته كويس وشلت منه السلسلة الرملية اللي بتكون فيه من الجزء ده كده بخلة اسنان، وبنشيل السلسلة الرملية بكل سهولة. هنعمل بقى الجمبري بتاعنا مشوي بالخلطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله هتعجبكم. البهارات بقى فلفل اسود وملح وكمون وكزبرة وبابريكا، ومش هنستخدم اكتر من كده علشان طعم الجمبري يبقى كده طعم اللي احنا متعودين عليه ده، ما يتغيرش من البهارات. معانا بقى بصل متقطع بالشكل ده كده، واربع مكعبات من الزبدة، ومعانا بقى توم مفروم، وفلفل الوان بقى طبعا فلفل اخضر واحمر واصفر، وممكن فلفل اخضر بس عادي، وقرن فلفل حامي، وليمونة. ومعانا بقى طماطم مبشورة، وبهارات بقى دي كده، دي برضو نفس البهارات اللي في الطبق التاني، كمون وكزبرة وبابريكا وملح وفلفل اسود بالشكل ده كده يا حلوين. ومعايا بقى جزر مبشور. يلا بقى نحضر الوصفة بتاعتنا كده مع بعض. اول حاجة بقى طبعا هنعملها، هنشيل بقى كده دولت على جنب، مش هنحتاجهم دلوقتي. وهنجيب الجمبري بتاعنا بقى علشان نبدأ نتبله. هنضيف بقى البهارات على الجمبري، وكمان هنضيف توم. ما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده كده، وتشجعوني بكومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني دايما. وهناخد بقى نص ليمونة ونعصرها على الجمبري بالشكل ده كده، ونقلبه بقى تقليبة كويسة كده. بعد بقى ما قلبناه تقليبة حلوة كده وبقى كله متبل كويس بالبهارات والثوم والليمون، هنسيبه بقى كده على جنب، ويلا نروح عند البوتاجاز. هنيجي بقى كده في طاسة على النار ونضيف فيها 4 مكعبات من الزبدة بالشكل ده كده. اول ما الزبدة بقى تبدأ تسيح معانا كده، هنبدأ نضيف البصل. احنا مش هنحمر البصل، احنا هنديله بس تشويحة، مش هنخليه حتى ياخد لون، هنديله تشويحة كده. البصل ما اخدش معانا اي لون خالص، هو اخد بس تشويحة كده وسنة دبلان كده بسيطة. هنبدأ بقى ننزل بالفلفل الحامي والفلفل الالوان بالشكل ده كده، وبرضه هنشوح الفلفل برضه تشويحة، مش هنخلي اي حاجة تاخد لون. الجمبري بقى طبعا مش بياخد وقت خالص في التسوية، يعني تقريبا 10 دقايق او 12 دقيقة بالكتير بيكون استوى. ولو اخد وقت طويل على النار بنلاقيه جلد كده وناشف معانا. فبنعمل بقى خطوة تشويح الخضار دي علشان يبقى مستوي معانا، ما نضيفش كله على بعضه والجمبري وياخد وقت معانا في السوا، ونلاقي الجمبري في الاخر طعمه مجلد كده وناشف ولحمته بتشد. هنضيف بقى الجزر، وبرضه هنشوح الجزر كده مع باقي الخضار. اللي بيحب بقى طبعا الخضار يكون فيه سنة قرمشة كده، فممكن يحط كل المكونات على بعضها وتشويحة دقيقتين ويضيف الجمبري، وبكده بقى هيكون زي ما هو عاوز. انا بحب بقى الخضار يكون مستوي، عشان كده بعمل الخطوة دي. بعد كده بقى هنضيف الطماطم المبشورة ونشوح برضو.
هفكركم بقى تاني باللايك يا حلوين، اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو ما تنساش تضغط اللايك او ما تنسيش تضغط اللايك. هنضيف التوم ونضيف بقى البهارات ونقلب. هنجيب بقى نص الليمونة ونعصره برضو كده على الخضار بتاعنا. هنضيف بقى ربع كوباية مية. كده بقى بقت جاهزة معانا خلاص. هنجيب بقى الجمبري بعد ما قعد وقت كده في التتبيلة حوالي نص ساعة وتتبل بقى كويس. هنبدأ بقى نضيف الجمبري ونقلب بقى كده كله مع بعضه. بعد بقى ما قلبناه كويس هنضيف كمان ربع كوباية من المية وهنغطيه بقى وهنستنى كده. بعد 10 دقايق هنشوف مع بعض. هنا كده بعد 13 دقيقة بالظبط كده كان جاهز معانا بالشكل ده كده. ما تسيبوش الجمبري بقى كتير على النار على انه لحمته بتنشف وبتجلد زي ما قلت لكم. بعد اول 13 دقيقة بالظبط كان جاهز معايا وطعمه جوسي وطعمه جميل جدا. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. وده بقى شكل الجمبري بقى يا حلوين بعد ما بقى جاهز معانا خلاص. كده بقى جاهز على التقديم على طول. طبعا بقى ممكن نقدم جنبه رز ابيض او رز حباية وحباية او رز صيادية او مكرونة بالوايت صوص، هيبقى طعمه جميل جدا. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا يا حلوين. ما تنسوش بقى اللايكات الكتير وكومنتاتكم الجميلة اللي بتساعدني دايما. وجربوا بقى الطريقة دي وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.